مثل ما شفتوا بالفيديو السابق رحنا إلى ألبرتا وقدمنا على فيزا وما طلع النتيجة إذا طلعت أو لا بسبب السكيورتي تشيك. وبعد ما رجعت إلى أونتاريو استلمت الجواز. وتعالوا خلينا نشوف شنو صار. وبعد ما صارت هاي الهوسة اللي بالسفارة اللي مثل ما شفتوا بذاك الفيديو مثل ما قلت لكم، فاجيت لهنا واستلمت الفيزا. وبما انه استلمت الفيزا وما عندي شيء اسويه وعندنا لونج ويكند يعني عطله، فقلت خلينا نروح نجرب الفيزا. عندنا هنا مشقن تبعد عنا 3 ساعات 4 ساعات، فقلت خلينا نروح المشقن، هيش بس مجرد تجربة الفيزا وراح نرجع. يا جماعة انتم متخيلين القرب؟ هاي كندا، هاي امريكا. وهالمرة راح نعبر بالفيري، الروحة راح تكون هيك، والرجعة راح ارجع لكم على الجسر مال الامباسادور، بعدين احكي لكم عليه من نرجع. يعني فكرة اني دا اعبر من كندا لامريكا بالفيري فشي جديد علي، فشغلة حلوة. شوفوا وياي. Yeah. Oh, that's cool. Thank you. YouTube? Yeah. For YouTube. Pardon me? Yes, for YouTube. Oh, wow. What? What's your channel? Mammori. M-A-M-M-O-R-I. M-M-O-R-I? Yeah. Oh. Say hi to the camera. Hi. أقول لكم هسه سؤال، هسه احنا كل الأماكن اللي سافرنا عليها عادي يعني، صراحة ماكو فد شي غريب أو ما داير بال. إيش معنى هسه من داعبر لأمريكا كلش خايف؟ ما أعرف ليش والله. شو ما أعرف ليش كلش متوتر. شنو الموضوع ما أدري. خلينا نشوف شو راح يصير. طبعا الحدود على الجهة الثانية، يعني مو من جهة كندا، من جهة أمريكا، فلازم نعبر بالفيري، لازم نعبر هسه وبعدين وراها نوصل للحدود على الجهة الثانية. هسه نقول بسم الله هسه نحرك. اوكي. على مود تعبر بالفيري لازم تدفع، ايش قد تدفع؟ 12 دولار، يعني العبره من كندا لامريكا ب 12 دولار. طلع عادي تنزل من السياره، ايش تعب بالي ممنوع، بس طلع عادي. بس والله الفكره كلش حلوه، عجبتني. زين هسه هذول شنو بامريكا بكندا؟ هاي طلعت مو واحده، اكو اكثر من وحده تنقل، هذه وحده ثانيه. هاي راجعه لكندا. وصلنا. هسه هنا خلينا نطفيها لانه اكيد 100% انه ممنوع التصوير، فخلي اعبر واقول لكم. طلبوني جوا، قال لي لازم تجي جوا، ما اعرف شكو، خليني اكمل واجيكم. 2 hours later. ما اعرف اخذوا جوازي، هواي اسئله هسه احكي لكم بعدين من نطلع، بس بعدهم الجواز يمهم، فقال لي انتظر بالسياره، شغل التبريد اقعد بالسياره يعني يمكن راح تطول، فخلينا نشيك كل شيء ونرجع لك. فهنا ممنوع التصوير، فخلوني اخلص وبعدين من اخلص احكي لكم شو راح يصير وياي. بزيارتك الاولى الى امريكا يصير هذا الشيء طبيعي، ولكن الاضافه انه اني فتت من مكان مختلف، فراح يجوني ضباط 2 يسالوني مره ثانيه، ولكن يبعدون عني نص ساعه. فتعالوا نشوف ايش قد راح يطول الموضوع لحد ما اطلع. طبعا صار لنا فت 5 دقائق واقفين، فهسه خلينا نشوف شو راح يصير. دخلنا لامريكا. تخيلوا هسه عافوني، اجوا 2 اوفيسرز، البنيه وياها ولد، الولد قاعد على الكمبيوتر ايش مدى ايش كذا يسجل، والبنيه كانت كلش حبابه ومرتبه، وقالت لي هاي الاسئله روتينيه، فاحنا راح نرجع نسالك هاي الاسئله اللي انسالتها قبل شويه وراح نضيف عليها. جاوب وماكو شيء يعني. فالمهم ظلت تسال وتحكي، واخذوا حتى اسم القناه مال اليوتيوب، قاموا يشوفون الفيديوهات يسالوني عليها. بعدين بالنهايه قالت لي خلاص هذا هو، بس انا اقول طولت تقريبا نص ساعه هم جايتهم يعني. وظلوا قصدي انه من ظلوا يسالوني، ورا ساعتين طلعت، وهذا هو. فيلا خلينا نفوت هسه.
طبعا بالنسبة للسياقة احنا بالكيلو هنا بالمايل، فشوية بالبداية أول ما تفوت الموضوع يدوخ، لازم تاخذ لك هيجي قبل 20 ثانية إلى دقيقة الله شوية تستوعب. شوفوا ايش قد حلو هاي الفيو دايركت على المي. زين ليش مطلع رجلك هيج؟ على الأقل البس يعني حذاء شحاطة شيء. هسه من جيت الاوفيسر قالت لي اول مكان تروح عليه روح على مكان اسمه عشتار اللي هو مطعم عراقي. يعني احنا من كثر ما مشهورين بالاكل حتى الضباط قاموا ياكلون يمنا. مطعم الدار فيروز. يعني ما تحس نفسك بامريكا يعني باع حتى هنا شوف المسجد. كباب اربيل. ميشيغان يعني شيء مو معقول، لحد هسه ما شايف اجنبي واحد، والله صدق كل اللي موجودين هنا كلهم عرب. بس اللي انتبهت على شغله انه من توصل بميشيغان الاماكن كلها محلات كلها عربيه، كل المحلات وين ما تروح ملحمة صنعاء. طبعا هنا اكثر جاليتين اللي سمعت اللي موجوده بميشيغان العراقيين واليمنيين، اكثر جاليتين موجوده هنا. فكل المحلات تشوفوها بالشارع تشوفوها كلها عباره عن كتابات عربيه. شوفوا شباب، بما انه صارت الدنيا ليل وماكو مكان اروح له، فخطرت ببالي فكره كلش غريبه. شنو هي الفكره؟ شوفوا هنا سائقين الشاحنات عندهم يعني هنا يسموها تراك ستوب، انه مكان يطبقون بيه وينامون بيه. زين، فتصير هي محطه مال يعني شوفوا بنزين خانه، هي محطه وقود، وبنفس الوقت تصير هيك يجون يطبقون بيها ويظلون يعني لحد ثاني يوم الصبح. ففكرت ليش انا دا اروح اسكن في مكان، ليش ما اروح انام بيها؟ بنفس الوقت السياره اللي عندي سياره كبيره فاقدر انام بيها. فشوفوا خلينا نشوف شو يصير. بس شوفوا شباب، قبل لا افرش وانام خلي اوديكم هيك اخذكم فرة عليها اشوفكم شنو الاشياء الموجوده بيها وشلون هم طابقين. عندي المي مال الماسحات خلاص، فخلي بس افوت جوا اشتري مي مال الماسحات واشوفكم. شوفوا هذا السوبر ماركت مال تراك ستوب. تعالوا خلينا نشوفكم شنو الاشياء الموجوده بيه. طبعا اسم المكان لوبز، اكيد اهل التركات اهل الشاحنات يعرفون هذا المكان. وشنو تعب بالكم يعني هسه مثلا هذا السوبر ماركت هيك بس مجرد سوبر ماركت يبيع اغراض وهذا هو؟ لا، شوفوا هنا كلش مدارين السواق مال الشاحنات. ليش؟ لأن كلش معتمدين عليهم، سواء هذا بأمريكا وكندا، مو مثلنا خطية بالعراق لو بقيت الدول العربية يعني تباع عليهم ينامون هيك بأماكن تعبانة لو المكان اللي يفوتون بيه تعبان. خليني أشوفكم شو الشغلات اللي موجودة بيه وشو يسوون سواق شاحنات. هاي هنا يشترون GPS، اكو أنواع يعني مخصص بس للشاحنات. هذا يحجون بالطريق بيه إذا مثلا شافوا شرطة أو شيء، واحد يحكي ويا الثاني. السماعات اللي يلبسوها بالطريق هم يعني على مود يحجون يخلصون من الصوت مال المحركات والهادي، فتصير بيها عزل كلش قوي. هاي هنا الاشياء اللي يشتروها، الفستات، بوف. اذا الدنيا حاره تحط لك مروحه. هاي حاسبين حسابهم يعني اخاف يبردون. تيجي تفوت جوا بنصها تلقى موجود سبوي، ورا سبوي تلقى هارديز همينه. اجينا للشغله الاقوى اللي راح اشوفكم اياها هنا، واللي هو من يجون اذا يريدون هنا يغسلون يعني يغسلون جسمهم، فحاط لهم مكان كامل بس للشاورات. فتجون تشوفون هنا، تروحون تحاسبون على الغسله اللي تريدون تغسلوها وينطيكم رقم الغرفه. تجون تحطون الكود هنا، البن يعطيكم اياه ويا الريسيت اللي تاخذه، تحطوا البن هنا وتفتح الباب مال الحمام. طبعا بعد ما اي واحد يطلع يجي هذا ينظف الحمام. فشوفوا هاي من جوا هيك، هذا الشاور كامل، ويحط لكم طبعا وياه منشفه، كل شيء كامل. والله مدلعيهم. والله جتي فت. هاي هنا يجون يعبون غاز ويغسلون الجامات، يغسلون التراك. واو. وهنا يطبقون وينامون. واو شوفوا. طبعا كلهم شغلين، لأن اكو قسم لازم يشغلون الثلاجات. تشوفوهم هيك كلهم طابقين ونايمين. بس شلون موقف نظيف. ترى المواقف كلش نظيفة.
هاي الجهة للسيارات العادية. خطية الله يساعد جماعة التريلات اللي بالعراق اسوي لهم منشن. بما اني طبقت هنا خليني ابلش بالتحضيرات. فهسه السيارة مثل ما تشوفوها هيك. خلي اخلص واشوفكم شلون راح تصير. شلون صار فراش بس شوفوا. تعالوا خلينا نكمل باقي الاجراءات. هذا المفروض كنت عبالي راح هم يفوت جوا لان اكو مكان هيك منه اشوفكم اياه. كان هيك يفوت هنا جوا بس طلع ثري. ماكو ما يقدر ما اقدر ادخله لان اكو من النص حديده. فعرفته هيك. هاي المخدة مالتي. هاي الجنطة الصغيرة راح تكون المخدة مال اليوم. والله خوش مخدة. فشنو رايكم؟ يلا شباب تصبحون على خير. اشوفكم باكر الصبح. صباح الخير. طبعا اكتشفت انه انا خبي. شوفوا هذول اللي شفناها البارحة يحطوا هيك بطيخة وبقي بالثلج عم تدخلها الصبح. شوفوا هذا على مود تتاكدون ان هذا المكان امان. اكو هنا سيارة شرطة تظل تفتر على طول الوقت. شباب هيك يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون تسوون فولو على مود تشوفون الفيديوهات الجاية من داخل امريكا. سووا لايكات على مود اللي يوصل الفيديو للكل. هذا الشيء راح يخدمني راح يرفع الصفحة. وبنفس الوقت انتظروا الفيديوهات الجاية من داخل امريكا.